ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين برواية جامدة جدا. اسم الرواية المغرور والدلوعة. يلا بينا نبتدي، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مين المزة اللي واقفة هناك دي؟ بص بص عليها عاملة ازاي. يلا دي شبه الخواجات بالظبط. طب بقول لك ايه، اسكت بقى، احنا مالنا؟ احنا جايين ناخد بنت عمك وبس. مش عايز اسمع صوتك خالص يا حسام. خلاص خلاص يا عم ما تزقش. ايه؟ الحق الحق، دي جاية علينا، يلا شكلها عايزة مني حاجة او اعجبت بيا. رد عليه الشاب اللي واقف جنبه. طيب اسكت، انا مش عايز اسمع صوتك، خلينا نشوف هي عايزة ايه. لا لا والف لا، ما تقولوش انتوا مستنيني صح مش كده؟ يا ريت والله نكون احنا اللي مستنيينك، يا ريت. قلت لك اخرس يا زفت حسام. لا حضرتك، انا مستني بنت عمي وهي جايه دلوقتي. لو دمك خفيف، انا عايزه اقول لك ان اللوحه اللي في ايدك دي باسمي انا، حياه. صقر بصدمه. ايه؟ هو انت حياه بنت عمي؟ يسعدنا ويهننا. ايوه دي الدنيا، الايام الجايه دي هتبقى ايام جامده نار النار. يا عبد الجبار كمان. قلت لك اسكت، وانت ان شاء الله هتنزلي الصعيد معانا كده ولا ايه يا بنت عمي؟ لحظة واحدة بس. كده اللي هو ازاي يعني هو انا في حاجة تتعيب ولا ايه؟ ده انا بص، انا قبل ما انزل واركب الطيارة انا كنت مظبطة الميك اب بتاعي. هو باظ؟ لو باظ قولي اروح الحمام اظبطه طيب. ما اقصدش على المكياج اللي انت حطاه على وشك، الكيلو قصدي اللي انت حطاه على وشك. انا اقصد هدومك دي، ما ينفعش تنزلي بيها الصعيد معانا كده، هو بالمنظر ده. حياة بتحدي. ودي هدومي بقى وانا مش هغيرها. ايوه ايوه، الظاهر فعلا زي ما عمي قال لنا انك متدلعة، والظاهر نسي يقولك العادات والتقاليد بتاعتنا يا بنت عمي. والله يا سارة انا ما عارف اقول لك ايه. ما تسيبها يا عم، ما هي موزة هي قصدي يعني عسل هي، وبتاخد وبتدي في الكلام يعني. حياة بضحك على حسام. ايوه، اسمع كلام اخوك ويلا احسن. يلا شكلنا هنبات في المطار هنا ولا ايه؟ وفعلا راحوا على العربية وكانوا في طريقهم الى الصعيد. تعالوا بقى اعرفكم على الشخصيات. صقر عامر الهلالي، شاب في أواخر التلاتينات، عنده عضلات وشعر اسود ودقن كثيفة وعيون سودة. عنده شخصية قوية جدا، بس هو مغرور جدا وعنده شركات. هو أصلا من الصعيد وساكن في القاهرة، بس في حكم شغله لازم يروح الصعيد علشان يشوف أهله وأبوه. بيكون عامر الهلالي وأمه هالة ست طيبة جدا، وعنده أخوه حسام وأخت اسمها بسنت، وهنعرفهم خلال الأحداث. ونروح بقى للبطلة بتاعتنا، وهي حياة محمود الهلالي، تبقى بنت عم صقر. بنت كده جميلة وعسل قوي، وكانت عايشة في أمريكا مع والدتها. وابوها اصلا ابوها وامها كانوا منفصلين. كانت بتروح تقضي اجازة مع والدها ساعات، بس هي اصلا بتحب امريكا، وبقالها فترة كتير ما نزلتش من امريكا وكانت قاعدة في امريكا. المهم، والدها حابب ان هي تعيش معاه في مصر، وتحديدا في الصعيد، عشان تتعلم القيم والعادات بتاعت اهل الصعيد. طبعا حياة عندها 23 سنة، متخرجة من كلية فنون جميلة، ولكنها بتحب شغل الازياء ودرست فيه. هي فتاة مرحة جدا ودلوعة قوي قوي، وبتحب تضحك وتهزر، حاجة كده كيوت. وطبعا هي وحيدة ما عندهاش اخوات. وتعالوا نشوف الأحداث وإيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية. هنروح بقى في السيارة عند اتجاه الصعيد. حسام بيكلم حياة وبيقول: وانت بقى يا حياة، خلصت دراسة على كده بقى ولا ايه؟ طبعا، وعملت دراسات في الأزياء والموضة، بس أنا أصلا متخرجة من كلية فنون جميلة. وليه ما اشتغلتيش في مجالك أو حتى درست فيه؟ انا بحب الازياء وحاسه ان كليتي هتنفعني برضو في عالم الازياء، والحمد لله انا بقيت ديزاينر كبيره قوي ومشهوره في امريكا.
طيب والله حلو مش بطال. انت تنفعي شغل اخويا صقر يعني وكده، وتقدري انك تديله معلومات وتفيديه يعني، لو انت عندك خبرة زي ما بتقولي، وانك مشهورة في امريكا يعني وكده. مش عايزة اقول لكم ان كل ده وصقر قاعد على اخره من كلامهم. وحياة قالت ايه انفعه ليه؟ يعني هو شغال في ايه؟ وهنا بقى صقر اخيرا رد واتكلم. وانت مالك؟ انت تروحي عند عمي اقعدي معاه، وياكي واشوفك مرة تانية باللبس اللي انت لابساه ده. نعم نعم ان شاء الله. وانت مين؟ انت مين عشان تحكم فيا اصلا؟ انت مين اصلا؟ انا على ما اعتقد لسه عارفاك ما كملتش ساعة واحدة على بعضيها. اه. طيب بقى اسمعي الكلمتين دول، لو صوتك عليتيه تاني عليا هتشوفي مني تصرف تاني مش هيعجبك. طيب كده جربي كده وعلي حسك علي. ما توحدوا الله يا جدعان، في ايه؟ ده احنا لسه يعني متعرفين على الانسة حياة، مش عايزينها يا عم ساري تاخد فكرة وحشة عننا يعني. لا لا لا، انا هسألك سؤال ورد غطا. هو ده اخوك؟ حسام رد وقال لها ايوه يا ستي شفتي. كويس انك مش زيه، ده كئيب 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 على الاخر يعني. انتوا مستحملينه ازاي يا ابني؟ بت، احترمي نفسك، وياك اسمع عليكي صوت لحد ما نوصل. ده انت رغاية جوي جوي، انا مش عارفة انت طالعة لمين، يمكن تكوني طالعة لامك. بقولك ايه، احترم نفسك انت الاول عشان احترم نفسي. انا اتكلم زي ما انا عاوزة والبس اللي انا عاوزاه، انت ما تتحكمش فيا. انت فاهم مين انت يعني عشان تتحكم فيا؟ طيب يا حلوة، عشان انت بس لسه جديدة هنا، انا هعرفك ايه اللي بيدور في هنا في القصر بتاعنا اللي احنا رايحينه دلوقتي. انا هنا يعتبر كبير العيلة بعد ابوي وعمي اللي هو ابوكي يعني. انا هنا كبير العيلة من بعدهم، ولازم تعملي لي 1000 مليون حساب بعد قبل كلمة تطلعيها وتقولها لي كمان. لا بص بقى، انا هقولك على حاجه. انت تبقى كبير على البلد اللي انت عايش فيها، ولو حتى على بوبي، بس تيجي عندي انا وتفرمل. انا ماليش كبير يا حبيبي غير يعني بابي ومامي يعني طبعا وربنا. انت بقى ما تجيش تتحكم فيا، انت ولا حبيبي ولا خطيبي ولا اخويا ولا حاجه. ده انت حيالله ابن عمي، وهو انا لسه عارفاك دلوقتي اهو. اسكتي بقى عاد، وجعتيلي راسي، خليتيني محتاج اخد حباية واحنا في نص الطريق، ومش عارف اسوق يا شيخة من رغيك. اسكتي بقى عاد ومش عايزة اسمع صوتك. وانا بقى يا بتاع انت مش هرجع اكررها تاني. انا اتكلم زي ما انا عاوزة والبس زي ما انا عاوزة واعمل كل حاجة زي ما انا عاوزة. انت مالكش الحكم عليا. بس انا يعني بصراحة عشان انا كمان صدعت من السفر والطريق، انا هسكت وهريح شوية. وقعدوا هما الاتنين يتخانقوا بعد كده لغاية ما قال حسام هوبا هوبا في الكنتالوب، ده باين عليها الأيام اللي جاية هتبقى عنب العنب، وهنشوف مواقف جامدة. بقول لكم ايه، انتوا متحمسين زي وتعرفوا ايه اللي هيحصل ما بينهم هما الاتنين؟ استنوا الجزء التاني، هنعرف في حاجات كتيرة اوي اوي اوي. بقول لكم ايه، انا عامل تحدي مع ماريو، ايوه انا حسام، وقلت لو الفيديو ده يعني جاب كمية مشاهدات كتير هننزل الجزء التاني. يلا بقى يا اصحابي ما تكسفونيش، وحطوا لايك للفيديو، علشان انا بصراحة مش عايزة اشمت ماريو فيا. ماريو قال لي الفيديو مش هيوصل لايكات، وانا قلت له لا هيوصل لايكات عشان الفانز بتوعك بيحبوني يا ماريو. اه انا لسه جديد معاكم بس مش عايزكم تكسفوني. يلا اللايك والاشتراك يا اصحابي، سلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين بالجزء التاني من روايتنا اللي ان شاء الله يا رب تكون بتعجبكم، المغرور والدلوعة الجزء التاني، واتمنى ان هو يعجبكم. وقبل ما نبتدي ما تنسوش انكم تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، علشان اي قصة انزلها من المغرور والدلوعة وغيره يوصل لكم. ويلا بينا
نبتدي الجزء التاني. وصلت حياة إلى الصعيد وكان صقر معاها، وكان في استقبالهم ناس كتير من أهل عائلة الهلالي. صقر بيقول لها: عاجبك كده؟ اهو الناس هتتكلم علينا من النهاردة بسببك وبسبب اللي انت عاملاه. نعم نعم نعم، ويتكلموا بسببي ليه؟ ان شاء الله كنت عاملة ايه يعني انا مثلا؟ يعني انت مش عارفة ان لبسك ده ما ينفعش هنا في الصعيد ولا ايه؟ ايه مش عارفة كده ولا ايه؟ المفروض تكوني عارفة العادات والتقاليد هنا. حياة هنا كانت لابسة فستان قصير قوي ولونه ابيض، وبقت سايبة شعرها وكعب عالي، بس بصراحة مزة زي ما قال حسام بالظبط. حياة بتقول: بقول لك ايه، ده لبسي ومش هغيره، ولو فضلت تنتقد لبسي كده انا من بكرة هرجع امريكا. جه حسام جري عليهم: يا جماعة يا جماعة وحدوه، الناس بتتفرج علينا يخرب بيوت. يا عم انا عارفة اخوك ماله في ايه، ها؟ ثم انك انت مالك؟ انت كنت جوزي، ها؟ كنت خطيبي، ها حبيبي، عشان تكلمني بالاسلوب ده؟ مالكش الحكم عليا من الاخر. تصدقي بقى انك عاوزة اكسر لسانك يا بنت؟ لو ما فصلتيش كلام انا اللي هكسر راسك ده بيدي. افصلي بقى كلام. وهنا بقى جري محمود والد حياة عليهم لما شافهم بيتخانقوا، وجري عامر والد صقر برضه. ومحمود بيقول: في ايه؟ في ايه يا ولدي؟ في ايه يا حياة يا بنيتي؟ مالكم بتتخانقوا كده ليه؟ بنتك ده يا عمي دماغها زي الجزمة بالظبط. ايه ده؟ انت ما قلتلهاش؟ ما قلتليش يعني انها كده وبالمنظر ده؟ ما كنتش رحت المطار ولا جبتها؟ مالها بس يا صقر يا ولدي؟ في ايه؟ مالها يعني؟ اوف بقى يا رب صبرني. هو انا كنت عملت لك حاجة يا بتاع انت؟ انت مالك كبرت المواضيع ليه؟ عيب عيب يا حياة، انت ما تعرفيش ان صقر هو يعتبر كبير العيلة من بعدينا، انا وعمك عامر. لا بص بقى، اي ام سوري في الحتة دي، هو كبير عليكوا انتوا، اما يجي عندي انا ويفرمل، انا محدش كبير عليا. انا عادي ممكن ارجع امريكا دلوقتي وابقى حرة نفسي. طب خلي رجلك كده تخرج برا البيت وشوف انا هعمل فيك ايه. جربي كده، جربي لو عايزة تشوفي الوش التاني بصحيح. ايه ده؟ انتوا هتحبسوني يعني ولا ايه؟ لا يا مامي، انا ابتديت اخاف، انا عايزة مامي، لا. لا يا بنايتي ما تخافيش، تعالي بس جوه وانا فاهمك كل حاجة. وانت يا صقر اتفضل شوف انت هتعمل ايه. هات يا محمود جوه وخلينا نتفاهم بالكل هدوء عشان الجيران ما تتفرجش علينا اكتر من كده. تعالي يا حبيبة بابي، تعالي. وبعدين مش تدخلي الاول ترتاحي؟ جاياها كده بخناقة على طول؟ تعالي. طب ما هو ما ادانيش فرصة اعمل حاجة يا بابي، انت عارف ان انا بحب ارتاح، بس هو ما ادانيش فرصة. انا كنت لازم ارد عليه طبعا يعني، وابان قدامه ان انا قوية. راحت حياة مع والدها داخل القصر. عائلة الهلالي سهر بيتكلم نفسه بيقول: الظاهر اني هتعب معاك يا حياة، وصرح فيها. حسام جاله وبيقول له: ايه يا عم رحت فين؟ بصراحة هي مزة على الاخر. صقر بغضب من غيرة وما يعرفش ايه سببها. يسكت اسكت يلا، لا طلع غل كله فيك. وانا مالي يا عم وانا مالي. وبعد كده جري من قدام صقر. بعد كده ثم دخل الى القصر. دخلت حياة القصر، وكان يوجد عمتها حنان وبنت عمتها سارة. وهنا بقى دخلت حياة القصر، وكان جوه القصر عمتها حنان وبنت عمتها سارة ومرات عمها هالة واخت صقر بسنت. مرات عمتها هالة كانت بتكلمها وتقول لها، مرات عمها حنان بتقول لها: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، تعالي في حضني، تعالي لحسن ده انت وحشتيني قوي. حياة راحت وحضنتها بحب، وهالة كانت مرحبة بيها قوي. عمتها حنان بتقول لها، عمتها حنان: مش هتسلمي عليا ولا ايه يا حياة؟ ولا انت جارية على الغريبة على طول؟ مش بصلنا احنا. راحت حياة وسلمت عليها. بعد كده قالت هالة: سلمي على بنت عمتك يا حبيبتي. اهلا يا حياة، نورت القصر كله. حياة وحست ان سارة مش سهلة او متضايقة منها، ولكن ما تعرفش السبب. ولكن سلمت حياة عليها. عامر والد صقر، ودي بقى بسنت بنتي يا حياة. حياة ابتسمت
حياة ابتسمت لبسنت وقالت ازيك يا بسنت. بعد كده وجهت كلامها لعمها وقالت انت برضو هتعرفني على بسبوسة، دي حبيبتي واختي وصاحبتي وكل حاجة. جريت بسنت على حياة وحضنوا بعض. حياة وبسنت كانوا صحاب أصلا من وهم صغيرين، هو ما زال في حب ما بينهم وهم صحاب. بسنت عندها 22 سنة، يعني سنها مقارب جدا من حياة. مش كفاية الجو الهندي دي، ويلا ناكل بدل ما انتوا بصوا أحضان مقضيينها. يلا يلا يا ام صقر جهزي الأكل يلا، البت جاية من السفر وجعانة. عيني عيني حاضر من عيني. وندهت على الخدامة ورد. نعم يا ستي عايزة ايه؟ جهزت الأكل ولا ايه يا ورد؟ حاضر يا ستي اهو على النار وبيستوي على آخر حاجة. بعد كده راحوا على المطبخ وكانت هالة فعلا فرحانة. بعد كده قال عامر خد يا بسنت حياة على أوضتها وخليها تغير غلاشاتها. حاضر يا بابا طبعا. وراحت حياة وبسنت وطلعوا للأوضة، كل ده تحت نظرات صقر. وهو محمود بيقول تعالى يا عامر انت وصقر، تعالوا المكتب عشان عاوزكم في موضوعك ده. حاضر حاضر يا اخوي، يلا يا صقر عايزين نشوف عمك محمود عايز ايه. بعد كده راحوا للمكتب وصعد حسام إلى غرفته علشان يغير هدومه، وجلست حنان وبنتها علشان يتكلموا. البت دي شكلها تاخد صجر مني يمي، هعمل ايه؟ اوعي الورث ده كله يروح مننا يا بت، انت فاهمه؟ يعني انا اقعد واخطط واعمل ده كله وفي الاخر تيجي واحده زي دي تاخد مننا صجر؟ لا لا لا، ما تخافيش يمي على جثتي لو سبت صقر لغيري والورث يطلع بره العيله يمي. جدعه يا بنت بطني جدعه. وضحكوا بكل خبز عند حياة وبسنت. بسنت هو انت هتسافري تاني يا حياة؟ قولي لا قولي لا. مش عارفة بس اكيد مش هستقر هنا عامة يعني. ليه يا حياة؟ خليكي معانا والنبي ما تمشي، انا بحبك قوي، انت عارفة ان احنا اصحاب من زمان. والله لسه مش عارفة، بس انا مش مستريحة هنا وخصوصا اخوك اللي عامل لي فيها شبح ده. قال اسمه ايه؟ اه اسمه صقر. بسنت بضحك. حرام عليكي، ابي صقر ده طيب خالص 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 وراجل خلي بالك. طيب يا شيخة اسكتي وخليني البس وانا ساكتة عشان انا مش عايزة اتكلم. راحت حياة وتغير هدومها ولبست شورت جينز وتيشيرت ابيض بحمالات وفردت شعرها وخرجت. بسنت بصدمة يا ابوي انت هتنزلي كده ولا ايه؟ ايوه. فيها ايه يا بنتي؟ انت مال منظرك عمل كده ليه؟ لا 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 غيري، ده صجر ممكن يطخك عيارين باللي انت لابساه ده. ليه ان شاء الله؟ مفيش حكومه في البلد دي. قومي قومي خلينا ننزل وخليه يكلمني بس وانا هوريه مقامه. راحت حياه وبسنت ونزلوا لتحت، وكانت واثقه من نفسها ومش خايفه خالص من صقر علشان كانت مقتنعه اللي هي بتعمله ده مش عيب. هي اصلا متعوده على امريكا ان هي تعمل كده. الجميع قاعد على السفرة متجمع. أول ما صقر شاف حياة اتجمع غضب الدنيا وعيونه احمرت. سارة يا لهوي يا لهوي، هي اللي جابته لنفسها يا لهوي. وابتسمت بخبص. خليها يمكن يكرهها وصقر يبقى لي يعني بس. قام صقر بغضب جحيمي ولغاية هنا يكون انتهى الجزء الثاني من قصتنا. أتمنى إن هو يعجبكم يا حبايب قلبي، ولو عجبكم الجزء ده والقصة ما تنسوش إنكم تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس علشان أي قصة أنزلها توصل لكم أو أنزل الجزء الثالث يوصل لكم. بحبكم، ما تنسوش إنكم تشيروا القصة في كل مكان عشان الكل يتفرج عليها ويستمتع. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو ومعاكم قناة قصص وحكايات ماريو. النهاردة جايين بالجزء الثالث من روايتنا المغرور والدلوعة. وقبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتتفرجوا على الأجزاء الباقية علشان تعرفوا الجزء ده بيتكلم عن ايه. صقر قام وقف بغضب جحيمي. صقر انت ايه اللي نازلة بيه ده؟ انا حرة وانت مالك؟
هي انت فاكرة نفسك في أمريكا هنا ولا ايه؟ البسي ده ما يتلبس تاني، اطلعي غيري واوعى اشوفك بيه تاني، انت فاهمة يا حياة؟ انا البس براحتي وانت ما تتدخلش في حياتي الشخصية. يا بنتي يا بنتي مش عاوز امد يد عليكي. طب مدي ايدك كده وشوف انا هعمل فيك ايه. قال ايه هعمل لي فيها دراكولا. يوه انت زودتيها قوي خدي بالك. وراح مسك ايديها وخدها وطلع فوق، وحياة عمالة تصوت وتقول الحقوني الوحش ده هياكلني، الحقوني يا مامي انا عايزة مامي. وكله في صدمة وخايفين من اللي هيحصل. بنتك ماتت يا عمي الحاجها. يا لهوي هيعمل فيها ايه؟ مش انت اللي اتفقت معاه يغيرها يا عم محمود؟ يغير ايه يا عمي؟ اهو ممكن يعمل فيها حاجة، وكمان صقر عصبي وحياة متدلعة وعنادية وانت عارف كده. طب انتوا هتفضلوا تتكلموا كده؟ اطلعوا شوفوا عمل فيها ايه. يلا يا حسام روح شوف بسرعة بنت عمك ايه اللي حصل لها مع اللي اسمه صقر ابني ده. حسام؟ حسام مين؟ بعد كده وجه كلامه لعامر وقال له روح يا حسام بسرعة شوف ابنك لا تتحبس، انت وابنك في زنزانة واحدة يا رب. ولد عيب اخرس وغور شوف اخوك، كانت خلفطين يوم ما شفتكم. حسام طلع يجري وهو وبسنت الى الاعلى عند حياة وصقر. حياة سيب ايدي يا حيوان انت، انت مين عشان تتحكم فيا بالشكل ده؟ سيبها وفضل يقرب منها ويقرب ويقرب، يقرب ويقرب. انت هتعمل ايه يا بغل انت يا مامي؟ الحقوني يا مامي. صقر اخدها في بوسة بغضب جدا انتقام من كلامها وافعالها، وسابها لما حس بانها محتاجة ان هي تتنفس. حياة بصدمة. انت مجنون، انت مجنون، هيطلع بره هيطلع بره، انا مش عايزاك يا مجنون انت اطلع بره. حياة انا بقول لك بره، بره بسرعة مش عايزة اشوفك تاني. خرج صقر وهو متضايق من اللي حصل. هو ليه ما تحكمش في نفسه؟ وهو كان عايز بس ان هو يعاقبها، بس مش كده، بس ما كانش يعاقبها كده. مهما كان ده صعيدي وده غلط كبير بالنسبة له. اما عند حياة فضلت تبكي ورمت نفسها على السرير وفضلت تبكي. نزل صقر وجري عليه محمود. ها عملت ايه يا صقر يا ولدي؟ ثم نظر اليه صقر وخرج بره الفيلا. ما تقلقش يا اخويا، تلاقيه زعق لها بس او عمل لها حاجه تضايقها. ربنا يستر ربنا يستر يا رب، هات العواقب سليمه. وعند حياه، حياه نفسها. ليه ليه عملت كده يا صقر؟ ليه انت اتغيرت قوي كده؟ لا انت مش صقر، مش صقر اللي انا كنت بحبه زمان. انت انت مش صقر اللي حبيته ايام الطفوله. لا لا، مش ممكن، مش ممكن انت تبقى صقر. ليه اتغيرت 180 درجه بالشكل ده؟ فضلت تبكي حتى لغاية ما نامت. أما عند صقر، صقر فضل يلف ويلف ويلف بالعربية بتاعته. نزل من العربية وقعد على جسر، على الجسر اللي هو بتاع بحر كده، وفضل انه يكلم نفسه. صقر، هي انت بتحبها ولا بتنتقم منها على انها سابتك وراحت كل السنين دي يا صقر؟ ايه يا صقر ليه بتنتقم منها الانتقام ده؟ لا، لازم تسيطر على نفسك شوية. يا ترى ايه اللي هيحصل معاك يا حياة الايام اللي جاية؟ بعد كده قام وركب عربيته وراح الى البيت. وفي الفيلا حسام، تفتكري يا بنت يا بسنت صقر عمل ايه مع حياة خلاها كده؟ وصقر كان خارج من اوضتها متضايق قوي كده. صقر وحياة لسه بيحبوا بعض من أيام الطفولة، وده اللي أنا لاحظته، بس بيعندوا في بعض ياض يا حسام. اتصدق ربنا يستر من اللي جاي. قومي قومي يا بنتي يا بسنت خلينا ننام ونتخمد. يا الله يرحمني من العيلة دي، والله أنا ما كنتش أنفع إن أنا أقعد معاكم. أنا مقامي كده ناس من فرنسا، أمريكا، الناس كده الراقية، مش صقر وحياة. صعد كل إلى النوم ونام الجميع حتى صقر. وصل وطلع على غرفته وعلى طول نام حتى ما يفكرش في اللي حصل. وتاني يوم قامت حياة من النوم على إشاعة الشمس التي فرضت إشعتها الذهبية على سرير حياة. قامت حياة وذهبت إلى الحمام وخدت دش عشان تريح جسمها وما تفكرش في اللي حصل. بعد كده خرجت، لبست بيجامة رقيقة جدا لونها اسود، وقعدت في بلكونة غرفتها بتاعتها وراحت بخيالها أيام زمان، وكانت ازاي الحياة بينها وبين صقر لحد ما انفصلت والدتها عن والدها محمود، واخدتها امها وسافروا الى امريكا
وازاي كانت بتبعت رسائل لصقر، ولكن كان صقر ما بيردش عليها، واخدت تندم في نفسها وان صقر خلاص، ايوه خلاص، ما بقاش يحبها. وبعد كده فاقت من شرودها على صوت بسنت وهي جايه لها وبتقول لها: وهنا سوف اسكت قليلا. الجميل بقى سرحان في ايه؟ حياة ابتسمت هو بتقول لها: في اللي فات، في اللي فات يا بسنت، هو قد ايه كل حاجة اتغيرت. ايوه فعلا كل حاجة اتغيرت. بسنت بحزن وهي بتفهم بنت عمها كويس جدا. يمكن انت شايفة كده الحياة، انت فاهماني، ممكن انت تكوني شايفة الحياة اتغيرت، بس هي هياها. خلاص يا ستي، مش مهم. المهم ان انا عاوزة منك طلب مهم جدا، وفتحي لي مخك. طلب؟ طلب ايه؟ وعند صقر وعند الصقر قام من النوم، هو لقى وجع في راسه كتير من كتر التفكير. بعد كده دخل على الحمام واخد دش، وخرج لبس بنطلون جينز وتيشيرت اسود، وسرح شعره وحط البرفان ونزل الى تحت. ونزل إلى أسفل. كان الجميع قاعد بيتحدث في أمور عائلية. صقر: صباح الخير يا جماعة. الكل رد عليه السلام. بعد كده قال صقر وهو بيشوف حواليه كده يمكن يلاقي حياة هنا ولا هنا: هي هي بسنت فين؟ بسنت برضو يا عم صقر. ما تخلينيش اتكلم بقى. حسام: اسكت. لو سمحت يعني ما تتكلمش كتير كده، كلامك على الفاضي وملهوش لازمة. خلاص خلاص يا عم، بس انت عند حياة فوق، عشان حياة مش عاوزة تنزل. صقر بندم على اللي حصل. ماشي ماشي يا حسام، ويا ريت تلمي نفسك بقى شوية. قام علشان يخرج من الفيلا كلها. عامر: على فين يا صجري يا ولدي؟ هروح عند الاسطبل، هأشوف الخيل بتاعي. تروح وترجع بالسلامة، بس عشان هنروح عند حنين بنت خالتك هنجيبها من هناك، اوعى تنسى. صقر باستغراب: اللي يا ابوي، في حاجة ولا ايه؟ يا ابني ما ينفعش قعدتها دي مع مرات اخوها، وانا هنا احق بيها. هجيبها هنا تعيش معايا مش هيخسر. حاضر، هروح واجي بسرعة. بعد كده ذهب سارة بنت عمته: وانت هتجيبيها ليه بقى يا عمتي؟ انت مش عارفة ان حنين بتموت في حاجة اسمها صقر؟ وأثناء هذا الكلام كانت نازلة حياة وبسنت. حياة بصدمة: يعني صقر وحنين بيحبوا بعض؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وحياة وحنين ايه اللي هيحصل منهم؟ وسارة اللي هتستغل ده لصالحها ولا ايه؟ ويا ترى صقر وحياة بيحبوا بعض وهيكونوا لبعض ولا ايه؟ وايه اللي هيحصل لما حنين تيجي؟ ولغاية هنا استنوني في الجزء الرابع. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي قصة انزلها توصل لكم. بحبكم ومع السلامة، اشوفكم في قصة جديدة يا احلى عيلة. متنسوش اللايك والاشتراك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين بالجزء الرابع من روايتنا المغرور والدلوعة. اتمنى ان الجزء ده يعجبكم. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وانكم كمان تفعلوا زر الجرس علشان اي قصة او الجزء الخامس لما انزله يوصل لكم. وفين كومنتاتكم الحلوة اللي بتفرحني كتير 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 بجد. عايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. ويلا بينا نعرف أحداث قصتنا النهاردة بتحكي عن إيه النهاردة. عند حياة ومحمود: مالك يا حبيبتي؟ حاسس انك مش مرتاحة هنا. لو مش عاوزة تقعدي هنا نروح القاهرة ونقعدك في الفيلا اللي هناك. لا يا بابي، مش كده، بس يعني انا حاسة اني مخنوقة هنا شوية. انا عارف يا حياة ان الحياة هنا صعبة عليك، عشان كنت في امريكا والدنيا هناك كانت متوسعة شوية. يعني مش عارفة اقولها لك ازاي يا بابي، بس مش ده السبب. طب ايه رأيك اخدك وتركبي خيل وتفوقي؟ انا عارف انك بتحبي الخيل. بجد يا بابي، يا ريت، ده هيكون اسعد يوم في حياتي. ابتسم محمود واخد حياة وراحوا للاسطبل في بيت حنين. حنين قاعدة وبتفكر في اللي جاي. حنين في عقلها: ياه، اخيرا، اخيرا اشوفك يا صقر. اخيرا هشوفك، لا وكمان هعيش معاك في بيت واحد،
وهبقى انا وانت في وش بعض طول اليوم. يا سلام يا صقر لو تبقى ليا. قطع تفكيرها دخول اخوها هيثم. سرحانه في ايه يا حنين؟ لا لا لا، مفيش حاجه يا هيثم يا اخويا. انا عارف انك زعلانه اني وافقت تمشي، بس خالتك هاله هي اللي صممت على كده والله، وانا متاكد انك هتكوني بخير وهناك لما تكوني هناك وهتكوني احسن. لا يا اخويا، انا مبسوطه اني هروح عشان كمان هكون مع بسنت. انت عارف ان هي صاحبتي وزي اختي. طيب الحمد لله. جهزت حاجتك وخلجاتك؟ ايوه يا اخويا، ايوه جهزت كل حاجه. هو ناقص بس ان هما يجوا ياخدوني. ابتسم هيثم لحنين. بعد كده خرج هيثم وسرحت حنين تاني. وفي الاسطبل كان الخيل، كان صقر قاعد على الحصان الاسود بتاعه وكان بيتمشى في الساحة. وهنا بقى دخلت حياة ومحمود الاسطبل. هو محمود وجه كلامه واللي صاحب الاسطبل وقال له. دخلت حياة ومحمود إلى الاسطبل. محمود للراجل: عاوزين فرسة تكون هادية. لا، لا يا بابي، أنا اللي هختار الفرسة بتاعتي. بعد كده دخلت تختار، فاختارت فرسة بني اللون، قوية جدا وفي السرعة زي الطائرة بالظبط. لا يا ست هانم، دي سريعة جدا ومش هتقدري عليها واصل. بس أنا حبيتها وهاخدها، هو ما تجادلش معايا كتير. بلاش يا حياة يا بنايتي، شوفوا واحدة غيرها. حياة وهي بتركب: ما تخافش يا حودة، أنا بحب الخيل وبحب المغامرات. ولقطته بوسة في الهوا المحمود. ذهبت حياة بالفرسة وبتجري بيها بسرعة رهيبة جدا، وأكنها بتطلع الطاقة والغضب والكبت كله اللي فيها. شافت صقر ودب القلق في قلبه وطلع يجري وراها. حياة، حياة اقفي يا حياة، حياة ما تبقيش عنادية. حياة دون كلام ولا حتى بصت له. بقولك اقفي يا حياة، ما ينفعش ان انت بتعمليه ده، ما ينفعش. حياة برضك ما ردتش عليه. حياة، حياة عشان خاطر اقفي ما ينفعش هتوجع يا حياة، اقفي اسمعي الكلام بس المرة دي. مالكش الحقوني. ولسه هتتكلم راحت هوب وقعت. حياة، قلتلك اقفي وانت اللي ما سمعتيش الكلام. جري محمود عليها ونزل صقر من على الخيل وجري عليها. اه يا رجلي، الحقوني رجلي بتوجعني جامد قوي قوي. مالك، مالك يا حبيبتي؟ قلتلك بلاش تركبي دي، قلتلك وانت اللي ما سمعتيش الكلام، ومخك ركبه 100 جزمه وما سمعتيش الكلام. هي دي النهايه. بنتك دماغها ناشفه، انت فاكر انها تسمع كلامك ولا ايه؟ انت تسكت خالص، كل ده بسببك. يا رجلي، رجلي بتوجعني قوي يا بابي، انا عايزه اشوفها مالها، شكلها اتكسرت. بابي انا شكلي هموت، مش هعرف امشي عليها تاني. اسكتي، اوعى اسمع نفسك. بعد كده رفعها على ايده وذهب بيها الى القصر. بعد قليل وصلوا للقصر ودخل بيها صقر. في ايه؟ في ايه يا ابني؟ مالها حياة وانت شايلها كده ليه؟ وقعت من على الفرصة يا اخوي ومش عارفين مالها، ممكن تكون انكسرت ولا حاجة. وانت خليتها تركب ليه يا اخويا؟ انت عارف ان هي لسه جديدة في المكان وما تعودتش. لما ما بيعرفوش يركبوا بيركبوا ليه اصلا؟ ولا انتوا غاويين وجع قلب القرف ده؟ مش عاوز اسمع نفس. حسام، اطلب دكتورة. حاضر 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 يا عم، ما تزقش. سمعت قلت ايه؟ دكتورة مش دكتور. ما خلاص يا عم ما تزقش. الله، يا رجلي، رجلي وجعني قوي، سيبوني. تستاهلي علشان تبي تسمعي الكلام. عارف لو ما سكتش انا هعمل فيك ايه؟ صار هو بيضحك على منظرها. هتعملي ايه؟ انت عارفه تقومي اصلا من مكانك. ماشي يا صقر ماشي والله، بس لما فوق كده واوريك. جت الدكتوره وكشفت عليها وربطت رجلها. محمود: مالها يا دكتوره؟ مالها بنايتي؟ اطمنوا، ده التواء كاحل بس مع شويه كدمات، بس هتكون كويسه ان شاء الله لما تنتظم على العلاج. الكل الحمد لله. دخل الكل الحياه. صقر: انت كويسه دلوقتي؟ ايوه الحمد لله، الوجع خف شويه عن الاول. طب الحمد لله يا بنيتي، خوفتينا عليكي. ثم وجه كلامه لصقر. عامر، صقر، يلا نروح نشوف حنين بنت خالتك. حياة بزعل وضيق: ممكن تتفضلوا عشان انا عاوز ارتاح يعني شويه. طبعا يا حبيبتي، يلا يلا كلنا هنخرج دلوقتي. خرج الكل وتبقى صقر بس هو اللي في الغرفه. صقر:
لو احتجتي حاجة وبيكلميني. هو هو بس صقر باستغراب. في ايه؟ اتكلمي يا حياة. انت يعني هتروح تجيب اللي اسمها حنين دي؟ ابتسم صقر، فهو عارف ان حياة غيرانة. ايوه بنت خالتي، ولازم اجيبها وتقعد معانا، وانا فرحان انها هتيجي تقعد معانا. انتي عندك راجل ولا ايه؟ حياة بصدمة وغيرة. نعم فرحان ليه؟ ان شاء الله يعني هتجيب لك المهية ولا هتجيب لك المهية؟ عشان تقعد معانا. يلا يا بطة سلاموز. خرج وسابها تحرق في دمها. ذهب صقر وعامر إلى بيت حنين. جهزت جهزت يا بنتي؟ أيوة يا عمي. طيب يلا يا حنين انزل اركبي في العربية تحت. ابتسمت حنين، نزلت إلى تحت. عامر، يلا بعد إذنك يا هيثم يا ولدي. سلموا يلا عن إذنك يا هيثم يا ولدي. بعد كده سلموا على بعض، ونزل عامر وصقر إلى تحت وركبوا العربية وذهبوا إلى القصر. حياة جالسة على السرير، هي وبسنت بيتكلموا. حياة قولي لي بقى يا بسنت، ايه حكاية حنين دي ومين حنين دي أصلا؟ مفيش يا ستي، أهلها توفوا، خالتي وجوز خالتي، وهي كانت قاعدة مع أخوها ومرات أخوها، بس ماما اتفقت مع بابا إنها تعيش معانا. هي مش عارفة أقول. هي يعني حلوة يعني؟ ايه ايوه حلوة، ودلوقتي تيجي وتشوفيها كمان. وهو ايه اللي بينها وبين صقري يعني؟ مفيش بس وما كملتش كلامها سمعت صوت عربية صقر. قامت بسنت وسندت حياة، وكانوا نازلين على السلم. دخلت حنين وصقر وعامر. جريت حنين على هالة وحضنتها. هالة، نورتي يا حبيبتي، والله وحشتني كتير كتير. شكرا يا خالة، وانت كمان وحشتيني. سارة عشان تغيظ حياة، نورتي يا حنين، ده حتى صقر صمم ان هو اللي يروح يجيبك بنفسه. لما بص على حياة اللي كانت دموعها على طرف عينيها من البكاء، بسنت، بالراحة يا حياة، بالراحة يا حبيبتي عشان رجلك. مالها رجلي يا ست بسنت؟ ما هي كويسة اهي. رجلي لو على رجلي تبقى سهلة اهو، واقدر ادوس عليها ولوحدي كمان. وكانت بتتكلم بكل ندم على رجوعها إلى مصر. فيها إيه لما كانت تقعد في أمريكا وما كانتش تفتكر الماضي، حبها هي وصقر. نزلت حياة وبسنت وقعد الكل في غرفة الجلوس. ها عامر، عاملة إيه يا حياة دلوقتي؟ الحمد لله يا عمي، الألم خف عن الأول يعني. هو انت حياة مش كده؟ أيوة حياة، اشمعنى بقى يا حلوة؟ ابدا، بس كنت بكلم صقري يعني من يومين، وقال انه كان رايح يجيبك من المطار. حياة والدموع في عينيها اتحجرت. وهو وهو صقر اصلا بيكلمك يعني؟ ايوه كنت بكلمها علشان هو ما كملش كلامه. قطعته حياة بالخبر اللي قالته. يا ترى حياة قالت ايه؟ ورد فعل صقر هيكون ايه؟ وايه اللي هيحصل مع حنين؟ وهل في حد تاني هيظهر في احداث القصة بتاعتنا وهيشقلب حياة القصة كلها؟ ده اللي هنعرفه في الاحداث الجاية. استنوني، ولو وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش انكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا اشوفكم في الجزء الخامس، ومع السلامة يا قلوبي. يا مساء الخير ومساء النور، وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين بالجزء الخامس من روايتنا المغرور والدلوعة، اللي اتمنى ان شاء الله انها تكون بتعجبكم، للكاتبة ميرو محمد. ويلا بينا نبتدي. عايزة اقول لكم انكم وحشتوني كتير 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 من الجزء اللي فات، ويلا بينا نبتدي الجزء الخامس ونشوف أحداث قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. حياة هنا بقى صدمت صقر لما كلمت محمود باباها وبتقوله: أنا فكرت في كلامك يا بابي، وأنا موافقة على اللي أنت عايزاه.
خلاص جهزي شنطتك ومن بكرة نمشي. نعم؟ تمشوا فين يا عمي؟ في ايه يا اخويا؟ مالك؟ حد زعلك انت وحياة ولا ايه؟ يا جماعة مش كده، بس حياة مش مرتاحة هنا. مالك يا حياة؟ في حاجة مزعلاكي مننا ولا ايه؟ لا والله يا طنط، بس عشان تاخدوا راحتكم يعني. بعد كده بصت لحنين ولصقر. ممكن ممكن نتكلم شوية يا حياة؟ نتكلم يا صقر؟ ماشي أنا موافقة. تعالي نتكلم في الجنينة. حياة قامت تزه وهي وصقر قطعتهم هذا الصوت. انت هتتأخر يا سقورة؟ نعم. بعد كده بص الحياة والحنين وقال: في حاجة يا حنين؟ أيوة، عايزة نتكلم يعني شويتين تلاتة كده. بعدين يا حنين، بس أنا لازم دلوقتي أروح مع حياة. بعد كده خرجوا لبره. سارة: معلش بقى، أصلها حب الزمان، ما يقدرش، لا لا لا، ما يقدرش إنه يتأخر عليها. ده انت حيالله بنت خالته بس. تقصدي ايه يعني يا سارة؟ وتقصدي ايه بكلامك ده؟ أه؟ أبدا مفيش. عن إذنك أشوف اللي ورايا. فضلت حنين تفكر في كلام سارة. عند صقر وحياة. صقر: عاوزة تمشي ليه اسمك ايه انت؟ مش حياة. عايزة تمشي ليه؟ حد زعلك؟ مفيش، بس حاسة ان ده مش مكاني. مين قالك كده؟ مين قال ان مش مكانك؟ من اول ما جيت وانا حاسة ان كل حاجة اتغيرت، حتى انت يا صقر. ايوه اتغيرت لما بعدتي. ايوه اتغيرت لما بعدتي عني زمان، لما كنت بقولك خليكي وما تسيبنيش. انا ما سبتكش، انا فضلت ابعتلك في الرسايل، حتى انت ما فكرتش ترد عليا. ولو ساعتها كنت قلت لي ارجعي والله كنت هرجع، بس قلت خلاص انك نسيتني وشكلك مصدقت ولقيت غيري. صار باستغراب: غيرك اللي هو ازاي يعني؟ على اساس بقى انك مش عارف ان حنين بتحبك يا استاذ صقر. بس المهم مين اللي في قلبي؟ مين اللي في قلبك يا صقر؟ قول بقى عشان عارف لو طلع اللي غير مش في بالي، انا مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه. كل نبضه في قلبي بتقول اسمك يا حياه. انا لسه بحبك. بجد يا صقر؟ بتحبني انا بجد؟ ايوه بحبك، وهفضل احبك لاخر لحظه في حياتي. بعد كده حضنته. صقر انا بحبك قوي قوي يا صقري. روح قلبي صقر يا حياتي. حياة افتكرت ما قالته حنين. وان شاء الله بقى الست دي حنين دي عاوزة ايه؟ يا حبيبتي مفيش اي حاجة بيني وبينها والله، دي يا دوبك بنت خالتي وزي اختي. طيب بس اوعى اشوفك بتضحك لها ولا بتتكلم معاها حتى. حاضر يا دلوعتي، يلا بقى نخش الفيلا. طيب يلا ندخل عشان بابي ما يقلقش عليا. يلا يا ستي. دخل سارة وحياء للداخل وهما ماسكين بايد بعض. بس انت بفرحة. هتقعدي صح؟ هتقعدي يا حياة صح؟ ايوه صح. انا بجد مبسوطة اني هقعد معاكي يا بسنت. بركاتك يا عم صقر. انت مجنن الكل كده. صقر ممكن نتكلم شوية؟ بص صقر الحياة اللي كانت بتبصله بعينيها بنظرات بمعنى لأ، ولو رحت اتكلمت معاها انا ممكن اقوم اعمل اي حاجة ما تعجبكش. بعدين يا حنين بعدين، عشان يعني عندي شغل كتير النهارده وما اقدرش ان انا اتكلم معاكي. بعد كده اوجه كلامه لعامر ومحمود: انا هنزل القاهره الاسبوع الجاي. هتنزل تمضي العقد مع ماهر بيه؟ ايوه، اتصل بيا النهارده وقال لي انه وصل القاهره هو وعيلته وممكن يجي، بس مش اكيد. يعني يا ولدي هيجي هنا؟ ايوه يا امي، فخليكم مستعدين لكده. لو نزلت القاهره انا هنزل معاك. وهتنزلي معاه ليه بقى يا حبيبتي؟ هتكون المربية واحنا مش ما نعرفش؟ سارة الزامي حدودك، دي حياة ما تنسيش كده. سارة خافت من صقر وسكتت. ايوه ما احنا مش فاهمين، هي هتنزل معاك ليه؟ بصفاتها ايه غير ان هي حيالله بنت عمتك او بنت عمك؟ احنا مالنا؟ صقر كان هيرد ولكن قطعته حياة: انا بفهم في شغل الملابس، وانا اصلا ديزاينر ودرست فيها، وبدل الملل ده هروح اشتغل. برافو عليكي يا يويو، انا فرحانه بيكي جدا. صقر ضحك على اخته. يويو. طب وانتي مبسوطه كده ليه؟ ها؟ لا لا يا ابي عادي، يعني انا مبسوطه بس عشان حياه هتقعد معانا. ماشي يا ستي، هعديها لك دي المره دي. بعد كده وجه كلامه الحياه: بصي انت خليكي جاهزه، لو ما جاش ماهر بيه هننزل انا وانت القاهره. قشطه يا عم بقى، انا اروح اجهز نفسي.
حلاوتك يا قشطة بلبن يا عم حياة. حسام، لسانك لمه مع حياة بالذات، انت فاهم؟ هالة وهي تنظر إلى ابنها هي تفهم إنه بيحب حياة، ولكن هالة رفضت فكرة إن حياة تتجوز ابنها. حنين بضيق، ممكن ممكن أطلع أرتاح شوية؟ طبعا يا حبيبتي، خدي هي بسنت على غرفتها. حاضر يا ماما. قومي يا حنين، قومي أوريكي أوضتك. قامت حنين وهي بتبص الحياة بكل غل. قومي يا حياة، قومي اطلعي انت كمان نرتاح عشان رجلك. حاضر يا بابي. قامت حياة ولكن رجليها شدت عليها قوي. اه، رجلي اه. لا لا لا، تعالي تعالي انا هطلعك. لا، خليك انا هطلعها انا يا صقر. صقر باستغراب من رد فعل امه. لا، خليكي يا امي، انا هطلعها، ارتاحي انت بس. قعدت حياة تاني وذهب صقر وحياة الى فوق. سارة، خليكي يا مرات خالي، شكلها حياة هتجلب عجل صقر، انا خايفة عليه قوي. فضلت هالة تفكر في كلام سارة. بعد كده الكل طلع للنوم عند حياة وصقر. حياة خليك قاعد معايا لحد ما انام يا صقر. عيوني يا ستي، يلا وشي نام نام. بعد كده قعد صقر في جنبها وفضل يلعب في شعرها حتى لغاية ما نامت، وذهب إلى الخارج. في نفس اللحظة خرجت بسنت من غرفة حنين. بسنت، هي حياة نامت يا أبي صقر؟ أيوة يا حبيبتي، وانت كمان يلا روحي نامي. حاضر يا أبي. بعد كده بسنت راحت لغرفتها وخرجت حنين على طول وقالت: صقر، ممكن نتكلم شوية؟ صقر نظر إليها وقال: آه، حنين حياة نامت واتكلم مع حنين يعني عشان حياة نامت وكده. ماشي يا حنين، تعالي في الجنينة. خرجت حنين وصار إلى الجنينة عند حياة. فاقت على دخول بسنت وقعدت على السرير وقالت: هو صقر خرج ولا أنا بحلم؟ بسنت بضحك. أيوة خرج. هو بعدين إيه اللي صحاكي؟ ما انت لازم تدخلي وتفتحي النور وانا طبيعي اقوم. هو بعدين خلاص النوم طار من عيني. تعالي نقعد في الجنينة شوية. بس كده؟ يا سلاموز، انا موافقة جدا، يلا بينا ونجيب عصير كمان. ابتسمت حياة وراحت هي وبسنت الى الجنينة عند صقر وحنين. ها يا ستي، قولي بقى كنت عاوزة ايه؟ صقر، انا مخنوقة جدا وحاسة ان مجيتي عليكم مش في وقتها. لك طبعا، ليه بتقولي كده؟ انا مبسوطة انك جيتي اصلا. حنين مسكت ايد صقر وقالت: بجد يا صقر، يعني انت بتحبني؟ لا بس، وما كملش كلامه لأن كانت في عيونها تحجرت الدموع وقلبي ينبض بالجرح من هذه الكلمات التي نزلت كالصعقة على حياة التي تصنمت في مكانها. ولغاية هنا يكون انتهى الجزء الخامس من روايتنا المغرور والدلوعة. انتظروني في الجزء السادس من روايتنا، واتمنى ان يكون الجزء ده عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وانكم تحطوا لي كومنتات كتير عشان انا بحب كومنتاتكم دي. ويلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. ومساء الخير، عاملين ايه؟ وطبعا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين بالجزء السادس من روايتنا المغرور والدلوعة. بس قبل ما نبتدي طبعا عايز اقول لكم انكم وحشتوني جدا 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 من الجزء اللي فات. طبعا ده بدون شك يعني. قبل ما نبتدي الجزء ده طبعا ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة والكومنت بتاعكم الحلو اللي بيبسطني دايما دايما وبيخليني استمر. يلا بينا نشوف قصتنا بتحكي عن ايه. نظر صقر وجد حياة وبسنت يقفون في الجنينة وتنظر حياة إليه بغضب. ثم ذهبت حياة مسرعة إلى صقر. حياة: هو ده اللي هتنام يا أستاذ صقر؟ وانت مالك يا حبيبتي؟ كنت الوكيل بتاعه ولا ايه؟ نعم يا اختي، مالي وكل حاجة تخصني. انت مجنونة ولا ايه يا بت؟ والله انت مش محترمة، خدي بالك من كلامك بعد كده. يا جماعة عيب كده. وانت يا حنين خلاص اطلعي دلوقتي. اصبري بس كده يا بسنت، كده خليكي اركني على جنب كده. مني اللي مش محترمة يا زبالة يا لمامة البيوت؟
طب يلا يا عجلة من غير كادون، يا طور من غير قرون، يا حتة موبايل صيني وفاكرة نفسك ايفون. صار بزعيق وغضب جحيمي. حياة، ما تنسيش انها بنت خالتي، ولو غلطت فيها يبقى غلطت فيا، فاهمة يا حياة؟ حياة بدموع. انت بتزعقلي وبتكلمني كده عشان هي؟ ليه؟ ايوه، واتفضلي بقى على اوضتك. راحت حياة مسرعة إلى الداخل وذهبت وراها بسنت، وفضل صقر وحنين. أنا آسف على كلام حياة يا حنين. ولا يهمك، المهم كنت عايزة أقولك إني حنين، أنا مش بفكر في الكلام ده، ونصيحة نصيحة مني، ما بلاش تعترفي بمشاعرك لحد قبل ما تتأكدي إن هو كمان بيبادلك نفس الشعور. تصبحي على خير يا بنت خالتي. ثم ذهب صقر إلى غرفته، وظلت حنين وقالت: بكرة هخليك تحبني يا صقر، انت ملكي انا وحبيبي انا، وكل الورث ده كله ليا انا يا صقر. بعد كده ذهبت هي كمان للنوم. عند حياة. حياة بدموع وانهيار جامد. انا يا صقر تكلمني كده ليه؟ كل ده علشان واحدة زي دي؟ كل ده عشان واحدة زي دي؟ ليه كده يا صقر؟ اهدي، اهدي يا حبيبتي، اهدي، هيحصل لك حاجة، معلش معلش. ظلت حياة تبكي وبسنت تهديها. حتى جه تاني يوم وعيون حياة ما نامتش خالص. بسنت قامت من النوم، شافت حياة زي ما هي. قامت بسنت وذهبت إليها. حياة، انت من كده امبارح؟ قولي لأ. يا حبيبتي، يا حبيبتي خلاص مش كده. برضك حياة ما ردتش عليها. يوه، طب انا هقوم اجيب فطار، هجيب لك معايا من غير ما تقولي، انا كده كده هجيب لك. ظلت حياة شاردة في حزنها وكلام صقر ليها ودفاعه عن حنين اللي يخلي أي ست تغير. نزلت بسنت وأخدت صينية عليها فطار وذهبت إلى غرفة حياة. قبل ما تذهب شافها صقر وقال لها: بسنت، انتي واخدة الأكل ده ليه فوق؟ ليه يا حبيبتي؟ لحياة يا أبي لحياة يا أبي، لحياة يا أبي صقر، يا أبي. حياة ما نامتش من امبارح وعمالة تعيط، فقلت أجيب لها أكل لحسن تتعب. صقر بحزن: ماشي يا حبيبتي، خلي بالك منها بس. ماشي، بس عاوز اقول لك على حاجه يا ابي. حاجه ايه يا حبيبتي؟ قولي ما تتكسفيش. انت زعجت الحياه قوي، مع انها حنين كمان غلطانه، وهي لما شافتكم كده اتضايقت، وده كان رد فعلها. يا ريت، يا ريت تصلحها يا ابي، انت عارف ان حياه بتحبك وبتغير عليك. صقر ندم على اللي حصل. حاضر يا حبيبتي، اطلعي انت بس. بعد كده هو كمان صقر نزل إلى تحت عند بسنت. بعد كده صقر نزل هو كمان لتحت وبيلوم نفسه، ازاي اتعصب قوي كده على حياة، ازاي وهي قلبه. بعد تفكير طويل قرر صقر انه يصالح حياة اول ما تنزل تحت عند حياة. بسنت: يلا يا حبيبتي، يلا عشان تفطري، هوديني واسمعي كلامي المرة دي. معلش يا بسنت، ماليش نفس، ممكن تسيبيني انام؟ بس يا حبيبتي كده ما ينفعش، هتتعبي، كلي لقمتين ونامي. معلش سيبيني دلوقتي، سيبيني انام، انا مش قادره اتكلم ولا اعمل اي حاجه. فضلت حياه كده طول اليوم وما نزلتش الى تحت، حتى قلق محمود والدها فصعد اليها الى غرفتها. في غرفه حياه: مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ ما فيش يا بابي. امال مالك يا حبيبتي ما نزلتيش ليه؟ تعبانه بس يا بابي، يعني تعب كده. محمود تفهم الامر: ماشي يا حبيبتي، كنت هقولك اني هنزل القاهره بكره عشان هجيب ماهر بيه وعيلته هنا. ماشي، ماشي يا بابي. تبع محمود بوسة وخرج إلى الخارج ونزل إلى أسفل. كان الكل جالس على السفرة وكمان صقر. عامر: مالها حياة يا محمود؟ مالها يا أخوي؟ معرفش يا عامر يا أخوي، بس البنت فيها حاجة غريبة. بقول لكم إيه، أنا هنزل القاهرة بكرة، خلوا بالكم منها لحد ما أرجع إن شاء الله. ما تقلقش يا أخوي، دي في عيني. صقر بزعل وهو بيندم نفسه ألف مرة، فكل ده بسببه هو. حنين وهي بتفكر ازاي تقرب من صقر وانه يحبها. عدى اليوم على الكل وفضلت حياة كما هي، ما خرجتش من الغرفة. ومحمود سافر القاهرة، وطبعا صقر خلاص جاب اخره، عايز يشوف حياة ويعتذر منها، ولكن مفيش فرصة. وحياة ما خرجتش من غرفتها لغاية دلوقتي، ومحاولات حنين في القرب من صقر كانت كل مرة بتفشل. عدى الأسبوع دون أحداث، وكانت حياة مثل الوردة الدبلانة التي أهملت نفسها، ما بتاكلش كويس ومش بتنام،
وبتبقى على طول شاردة وبتبكي، وظهرت العلامات السوداء تحت عيونها وخست جدا جدا. جاء اليوم لرجوع محمود وعائلة ماهر بيه، وبكده يكون انتهى الجزء السادس. ويا ترى ايه اللي هيحصل مع عائلة ماهر بيه وايه اللي هيحصل؟ بجد الاحداث الجايه مشوقه جدا. انا بجد نفسي اقول يعني اللي اقرا حاجه كده، يعني اغنيه كده. ده لسه بقى لما عائله ماهر بيه هيجوا كده في احداث كتير هتحدث. نفسي اقول له ايه؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين. انا نفسي اقولها له بصراحه، يعني هو انا قلتها يعني، بس ايه، هو يعني ده لسه الاحداث الجايه، يعني اتصدموا معايا في الاحداث الجايه. واشوفكم في قصه في الجزء السابع. مع السلامه. يا مساء الخير، عاملين ايه؟ وطبعا طبعا ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو، والنهارده جايين بالجزء السابع من روايتنا المغرور والدلوع. طبعا 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 بدون شك وحشتوني كتير من الجزء اللي فات او الحلقه اللي فات. طبعا قبل ما نبتدي طبعا الجزء السابع، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. ويلا بسرعة 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 نشوف النهاردة الحلقة بتحكي عن ايه. في صباح يوم جديد مليء بالأحداث، وصلت عربية محمود وطبعا عائلة ماهر بيه. تعالوا بقى أقول لكم مين ماهر بيه ده. هو من أهم الرجال التي تتعاقد مع شركة الهلالي، وهو بالنسبة ليهم مهم جدا جدا. عائلة ماهر بيه مكونة من نسرين بنت ماهر، هو بتكون جميلة جدا، عيونها زرقاء، شعرها أشقر، وعندها 25 سنة. وزياد ابنه الكبير، وده برضو عنده 29 سنة. تعالوا أعرفكم عن زياد أكتر. هو شاب ذكي جدا وعنده شخصية قوية. كان هو اللي ماسك شركات باباه لغاية دلوقتي. وطبعا ماهر بيه وزوجته زينب. المهم، وصلت العربية إلى الصعيد ودخلوا إلى داخل الفيلا، واستقبلهم الكل، صقر وعامر وهالة وحنان، وطبعا طبعا سارة وحنين وحسام. عامر: يا أهلا يا أستاذ ماهر بيه. أهلا بيك يا عامر بيه. نورتونا يا زينب هانم حبيبتي، المكان منور بأهله طبعا. صقر سلم على الجميع. نسرين: ازيك يا صقر؟ لسه زي ما انت، ما اتغيرتش. بس انت اتغيرتي خالص يا نسرين. يعني حلو ولا وحش؟ طبعا احلى، هو ده فيها كلام. سارة وهي تتكلم جنب حنين: يعني يا عيني تخلصي من حياة تطلع لك نسرين، يعني عليك. لا لا لا، صعبان عليا يا حنين، صعبان عليا يا اختي. حنين بخبز: ومن قالك اني هسكت؟ اصبري على الرز لغاية ما يستوي وانت هتشوفي كل حاجة بتحصل حواليكي. ما تدخلوا يا جماعة، احنا هنفضل هنا كتير. يلا يلا جوه، احنا وحسام هنجيب الشنط مع زياد. راح الكل إلى الداخل وقعدوا، وبدأ الترحيب والمشروبات وكمان الضحك. ولكن كان في حلقة مفقودة، وكانت طبعا حياة. هي حياة فين؟ الكل بصدمة وهم مش عارفين هيقولوا له ايه. حد يرد عليا، فين حياة يا جماعة؟ والله يا محمود من ساعة ما مشيت وهي ما نزلتش ولا شفناها، بس ما تجيلكش طبعا، بس انت معاها. محمود قام وقف بغضب: انت بتقول لي دلوقتي يا عامر هي دي الامانه؟ هي دي الامانه اللي امنتكوا عليها؟ ليه يا اخويا؟ بعد كده طلع الى فوق. ماهر: مين حياه دي يا عامر؟ بنت محمود. وهي مالها يعني؟ ماله محموق عليها يعني؟ لا لا لا، اصلها تعبانه شويه. زينب: يا حرام، الف سلام عليها. قوم يا بسنت شوفيها طيب. قامت بسنت وراحت الى فوق عند حياة فوق. كانت حياة قاعدة على السرير دون كلام وتنظر إلى السقف ودموعها تنهمر على خدها. دخل محمود اتصدم لما شاف حياة. هي دي حياة دلوعة الفرفوشة اللي بتضحك على طول. هي دي حياة بنته اللي كانت دايما قدام المراية وتهتم بنفسها. ايه اللي حصل لها؟ ايه اللي حصل لها ده كله؟ اول ما محمود شافها جري عليها وحضنها. بابي، رجعت امتى؟ وحشتني قوي يا بابي، انا محتاجاك قوي، خليك جنبي يا بابي، ما تسيبنيش. انا جنبك يا قلب ابوكي. مالك يا حبيبتي؟ هو ايه اللي انت فيه دي؟ ايه ده كله؟
انا تعبانه هنا قوي يا بابي، انا عاوزه ابعد، خليني ابعد، مشيني من هنا يا بابي. حاضر حاضر يا حياه، انا اصلا بعد ما شفتك كده انا مش هقعدك هنا ثانيه واحده تاني. يلا يلا لم هدومي. كنت محتاجاك قوي، كنت محتاجاك قوي يا بابي. ما كملتش كلامها حتى دخلت بسنت. عامله ايه دلوقتي يا حياه؟ هي دي، هي دي بنتي، هي دي بنتي يا بسنت اللي سبتها معاكم. هي دي الامانه اللي امنتكم عليها قبل ما امشي. ده انا قبل ما اخرج من دار الفيلا وانا بوصيكم عليها. هي دي بجد. شكرا، شكرا قوي ليكم. بعد كده وجه كلامه الحياه وقال جهزي حاجتك ويلا، يلا ولا ثانيه هتقعدي هنا. يلا يلا يا بنتي. وفعلا بدأت حياة في تجهيز الشنط. وبعد وقت قصير خلصت حياة. طب والنبي خليكي قاعدة معايا، خليك، وانا مش هخلي حد يجي جنبك. معلش يا بسنت، انا هبقى اقولك على العنوان واخليكي تجيلي وهكلمك على طول طبعا. هي يعني مفيش فايدة؟ للأسف، للأسف يا بسنت مفيش فايدة. أنا مش مرتاحة هنا. أنا من أول ما حطيت رجلي في باب الفيلا هنا وأنا مش مرتاحة. ما كملتش كلامها حتى محمود قال لها ها يا حبيبتي خلصت لم شنطك؟ ايوه يا بابي يلا. بعد كده خرجوا ونزلوا الى تحت. ولكن الكل اتصنم في مكانه لما شاف حياة، وبالذات صقر اللي كان مش قادر يبص في عينيها. ولكن اول ما شافها قال انتوا رايحين فين يا عمي؟ انا همشي انا وبنتي. ليه كده يا اخوي؟ حد زعلها في حاجة؟ هي دي بنتي. ها، هي دي حياة. رد عليا، هي دي الأمانة اللي أمنتها لكم قبل ما أمشي. دي البنت اتغيرت 180 درجة. بجد شكرا، أنا الغلط من الأول إني جبتها هني وهي ما كانتش مرتاحة. عمي أنا السبب في كل ده، بسببي أنا. وما كملش كلامه حياة. أظن كفاية كده. يلا يا بابي عشان أنا مستعجلة. حياة خليكي ما تسيبنيش. نظرت حياة في عيونه وكانت هترجع تاني. معلش يا صقر بيه، معلش يا صقر، معلش يا صقر بيه. الصفحة اللي كنت هفتحها معاك قفلتها. طب اديلي فرصة نتكلم حتى. والنبي يا حياة اتكلمي مع أبيه الأول وبعدين خدي القرار. فضلت حياة تفكر. طب تعالي نتكلم وبعد كده اعملي اللي انت عاوزاه. هو في ايه ده كله يعني؟ في ايه يا طنط؟ في ايه يا انكل؟ هي مالها بتعمل كده ليه يعني؟ نظرت حياة إليها وقالت وانت مين بقى انت رخلة واحنا نخلص من حنين؟ يطلع لنا مش عارف علوز، يطلع لنا البت الحلوة دي. انت مين يا حبيبتي انت رخرة؟ بعد كده في الوقت ده جه زياد ونظر إلى حياة. صقر بغيرة من نظرات زياد إلى حياة. يلا يا حياة، يلا تعالي ونتكلم في الجنينة أفضل. ذهبت حياة وصقر إلى الخارج. نسرين بغيرة هو صقر هيروح فين يا طنط؟ هيتمشى في الجنينة شوية يا حبيبتي. اطلعي اوضتك وبسنت هتوصلك. غيري هدومك وانزلي روحي عندهم. حاضر يا طنط، شكرا ليكي جدا. انا مبسوطة ان انا جيت عندكم. هالة وهي تنظر الى نسرين وبتفكر في مخها جميلة، يا ريتها الابن صقر. جميلة بس صقر متعلق بحياة. ما تخافش انا هعرف اقنعه ان يروح لنسرين. نسرين بنت جميلة عند حياة وصقر. انا اسف يا حياة. اسف. وبعد كده يعني هتعمل لي ايه؟ حياة والله انت فهمت غلط من الاول. ايوه فهمت غلط، ايوه انا عارفه ان انا فهمت غلط. ماسكين ايد بعض وهي بتقولك بحبك وكده، يعني ان انا فهمت غلط. دي غيره مش كده؟ واغير ليه ان شاء الله؟ هو انت مين عشان اغير منك او اغير عليك؟ حياة احترمي نفسك. انا محترمه غصب عنك وانا مش بسهوله هسامحك يا صقر. طب نتفق اتفاق يا ستي. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ بصي يا ستي، خلص يا ترى ايه الاتفاق؟ وحنين ونسرين وسارة وحياة هيحصل بينهم ايه؟ وهل هتعمل ايه؟ هل صقر هيبقى النسرين؟ ده اللي هنعرفه. وهل حياة هتفضل في البيت ولا هتمشي؟ هل هتقتنع بالاتفاق ولا هتمشي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثامن. ايه استنوني. واللي وصل معايا لغاية هنا يحط اللايك، اشتراك، الكومنت الايجابي لاني بفرح جدا بكومنتاتكم اللي بتبسطني. واشوفكم في الجزء الثامن ومع السلامة. يا مساء الخير، عاملين ايه؟ وطبعا ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ماريو والنهارده جايين بالجزء الثامن
من روايتنا المغرور والدلوعة. وبدون شك طبعا 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 وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت. ويلا بينا نشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهاردة. طبعا وقفنا المرة اللي فاتت لما كانت حياة وصقر بيتكلموا مع بعض، وحياة بتقوله إيه اتفاق؟ اتفاق ايه يا صقر اللي انت بتقولي عليه؟ لو خليتك تسامحيني قبل ما الاسبوع يخلص تقعدي. طيب لو ما سامحتكش وقتها يحلها ربنا بقى. يلا نخش. تمام اتفقنا، بس انا عندي شرط. شرط ايه يا ست؟ جول انا سامعك اهو. لو ما سامحتكش هنزل على امريكا. هو انت عاوزه تسيبيني يا حياه تاني؟ بعد كده مسك ايديها. ده اتفاق. وبعدين ما كملتش كلامها، حتى جاءت نسرين بغيره من مسكة صار الى ايد حياه. بتعمل ايه هنا يا سقرتي؟ يا حزني. يا لهوي يا لهوي، ده طلع سقرتها. دي حياة هتنفخها على الآخر. حياة شدت ايديها من ايده وقالت سقرتها؟ وده مرض جديد ولا ايه؟ سقرت ضحك على كلام حياة وغيرتها. اهدي اهدي بس يا حبيبتي. حبيبتك منين يا صقر؟ حياة مسكت ايد صقر تاني وقالت ايه ده انتي ما تعرفيش؟ مش احنا فرحنا الاسبوع الجاي؟ طبعا طبعا يعني بتغيظ نسرين. الكلام بجد؟ الكلام ده بجد يا صقر ولا ايه؟ صقر الضحك. طالما حياة قالت يبقى بجد. نسرين ذهبت بغيظ الى الداخل. حياة شدت ايديها. روح يا بتاع البنات. صقر بصدمة. خد يا بت، انا بتاع بنات برضك؟ ايوه، واوعى بقى خليني ادخل اطلع الشنط. صقر بخضة. تطلعيها فين؟ حياة في اوضتي. هو يعني زي ما اتفقنا اسبوع بس. الله، يعني هنتجوز الاسبوع الجاي بجد؟ تابعينك يا بتاع البنات. وجريت الى جوه. سأل نفسه هخليكي ترجعي تحبيني وتسامحيني تاني يا حياة، وانت هتكوني ليا انا وبس. بعد كده دخل لجوه محمود. ها يا حبيبتي، قررت ايه؟ حسام طلع الشنط على اوضتي. هو حسام الشيال بتاعكم ولا ايه؟ هو انا مش انتوا مشغليني الخدامه عندكم؟ معلش يا عم، نردها لك بقى في الافراح. كله علشانك يا مزه. دخل سهر وبغيره. حسام اتلم واطلع. اطلع فوق وديلها الشنط. هو انا مش قلت لك كذا مره ما تتخطاش حدودك معاها؟ ساره كده راحت عليك يا حنين، ده بيغير من اخوه عليها. مش هطول كتير. بعد كده ضحكت بخبث. وانت بتدرسي ايه يا نسرين ولا لسه؟ انا خلصت يا طنط وبشتغل مع بابي في الشركة، ومعايا كلية إدارة أعمال. ما شاء الله، زي صقر بالظبط. نسرين ابتسمت وقالت هو هو في حد زي صقر يا طنط؟ طبعا يا روحي، وشكلكم كده شبه بعض. ناوية ايه على يا ولية؟ انت ناوية ايه يا هالة؟ هالة دي هتجيب لي ايه جلطة بسببها؟ ايه يا ولية، ما تسيبي صقر وحياة مع بعض، احنا ناقصين اللي انت عايزاه. حياة بغيرة. ها انا طالعة عن اذنكم. خليكي يا حبيبتي، خليكي قاعدة معانا. معلش انا تعبانة يا بابي، هرتاح فوق. ماشي يا حبيبتي، اطلعي وشوفي اللي يريحك. بسنت استنى، انا هطلع معاكي يا حبيبتي. خليكي يا بسنت، احنا لحقنا نقعد معاكي ولا ان انا اتكلم معاكي؟ معلش انا كمان عاوزة ارتاح. مالكم انتوا الاتنين، اجيب دكتور ولا ايه؟ لا يا ابي، احنا كويسين عن اذنكم. بعد كده طلعوا لفوق. حنين انا كمان هطلع يا خالته. خليكي يا حبيبتي قاعدة معانا. معلش انا لازم اروح انام. في حد ينام دلوقتي؟ انتوا غريبين بصراحة. معلش نسينا نظبط الساعة على حضرتك. بعد كده طلعت فوق هي كمان. نسرين بغيظ. هي مين دي يا طنط؟ بنت اختي وقاعدة معانا. زينب ام نسرين. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. الكل قال يا رب. ذهب الكل الى النوم. وبعد وقت قصير في صباح يوم جديد مليء بالاحداث في غرفة صقر. تفرد أشعة الشمس خيوطها الذهبية على سرير بطلنا. يقوم صقر ويجلس على السرير ويفتكر ايه اللي حصل من حياة ويضحك. بعد كده دخل الحمام، وبعد وقت قصير يدخل ويبدل ملابسه إلى ملابس التمارين الرياضية ويذهب إلى غرفته الخاصة للرياضة. عند بطلتنا تقوم من النوم وهي دايخة. نعم، فهي خلاص على وشك الإغماء. قامت حياة وهي تتوجه إلى الحمام تأخذ دش ويمكن تفوق جسمها وتستريح. دخلت وذهبت تحت الماء، قفلت المياه وذهبت علشان تلبس. لبست بيجامة قصيرة وشورت وبادي قط
ولكن لا مفر، بدأت دماغها تدور حول نفسها حتى وقعت في الغرفة. قامت بسنت على صوت الوقعة. بسنت شافت حياة وصوتت: حد يلحقني يا صقر، يا عمو، يا طنط، اي حد يجي يلحقني، الحقوا حياة. سمع صقر الصوت والكل جري على غرفة حياة. ولغاية هنا استنوني في الجزء الجاي. بحبكم جدا. ويا ترى صقر هيعمل ايه مع حياة؟ انا عارف ان الجزء ده صغير بس معلش، انا عايزكم تتحمسوا للجزء الجاي. ويا ترى صقر هيعمل ايه مع حياة لما يعرف ان هي اغمى عليها؟ وهل حنين هتسكت على نسرين وحياة ولا لا؟ وهل نسرين هتتجوز صقر فعلا ولا لا؟ ده كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية. واستنوني، واللي ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان الجزء التاسع يوصل لكم في أسرع وقت. وحطوا لايك كتير عشان الجزء الجاي هيبقى طويل وتشوفوه. بحبكم جدا ومع السلامة. يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما بتشوفوني النهاردة في الفيديو ده. عايزة أقول لكم على حاجة: ما تخليش أي حد يهز ثقتك في نفسك أو يهز ثقتك بنفسك. خليك بالمعنى إنك شخصية قوية، محدش يقولك يمين يمين شمال شمال. خليك على شخصيتك، خليك عند موقفك وشوف اللي هينفعك وخليك فيه. شوف الصاحب اللي دايما يقف في جنبك ويقدرك في وقت مواقفك ومحنك، وما تدورش على اي حد وخلاص وتفتح قلبك ليه. خليك دايما مع اللي يحبك وبشخصيتك انت. وطبعا طبعا طبعا وحشتوني كتير من الجزء اللي فات او الحلقة اللي فاتت. طبعا ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وكومنتاتكم الايجابية اللي دايما بتفرحني. بستناها كل فيديو وبعمل قلب عليها وبرد عليها. يلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة بتحكي عن ايه. المغرور والدلوع، الجزء التاسع. بس انت اول ما شافت حياة كده ما ترددتش لما قالت: الحقوني صقر، عمي، حد يلحقني، حد يلحقني بسرعة، تعالوا شوفوا حياة مالها. جري صقر والكل عندما سمعوا الصوت. دخل صقر والجميع إلى الغرفة، وطبعا ما كلهم ما دخلوش الحمام. صقر أول ما شافها كده وكانت لابسة بيجامة قصيرة قال بغيرة: كله بره، مش عايز أشوف أي حد هنا. خرج الجميع وظل صقر ومحمود وبسنت. شال صقر حياة على إيده ونيمها على السرير. بعد كده قال: عمي قول له حسام يرن على الدكتورة. ماشي يا ولدي، هقول له على طول. بعد كده خرج محمود وهو بيجري إلى بره علشان يقول لحسام إن هو يجيب الدكتور. وفضل صقر قاعد جنبها هو بيقول لها بقلق: قومي قومي يا حبيبتي، قومي عشان خاطري، ما تجلجنيش عليكي. ولكن لا حياة لمن تنادي. ما يقس من الكلام وفضل يقول: لا، ما تسيبينيش للمرة التانية يا حياة، انتي وعدتيني انك مش هتسيبيني، بس انا اللي بقولك ما تسيبنيش. خليكي معايا دايما، خليكي معايا دايما، اوعي تسيبيني، اوعي تسيبيني للمرة التانية. ولكن المرة التانية ممكن تكون حياة أبدية عشان خاطري، مش عايزة أفقدك دلوقتي. الصقر فضل يكلمها كتير ولكن برضك حياة ما ردتش عليه خالص. كانت حياة في عالم تاني. وبعد قليل وصلت الدكتورة ودخلت الغرفة. الدكتورة كشفت على حياة وقالت لصقر: حد يجيب لي الأدوية دي بسرعة، حد يجيبها. محمود أخد الورقة وطلع يجري علشان يجيب الأدوية. هي مالها يا دكتورة؟ المريضة المريضة عندها السكر. نعم، بتقولي ايه؟ والله يا فندم ده اللي حصل. وده جالها ازاي ده يا دكتور؟ وراسها او ممكن نتيجة زعل جامد يعني. سأله هو بيلوم نفسه وبيقول: كل ده بسببي، كل ده بسببي عشان انا زعلتها. يا ريتك يا حياة كنت في امريكا وما رجعتيش. لو كنت اعرف ان انا هبقى سبب المك ووجعك كده كنت انا اللي اول واحد رفضت انك تيجي مصر. لا يا أبي، ربنا عاوز كده، اوعى تقول كده أبدا. احنا هنعترض على ربنا ولا ايه؟
ادعي لها، ادعي لها بس ان هي تقوم بالسلامه لينا. وبعد قليل وصل محمود ومعاه الادويه، اخدتهم الدكتوره وعملت اللازم. بعد كده قالت الدكتوره لازم تظبط اكلها، وبعد كده لازم تعمل تمارين رياضيه كل يوم، وده ياخد عشان ما يحصلش حاجه تانية ونخش في سين وجيم. محمود: هي عندها ايه يا دكتوره؟ للأسف كانت هتدخل في غيبوبة سكر، بس الحمد لله إنكم لحقتوها على آخر وقت. محمود بصدمة: يعني يعني بنتي عندها السكر؟ ذهبت الدكتورة وفضل صقر ومحمود وبسنت جنب حياة. طبعا كلهم كانوا حزنانين قوي. صقر: روحي يا بسنت قولي ليهم يجهزوا أكل عشان حياة أول ما تقوم تاكل. لا، لا بنتي، لا يا بنتي خليكي، بنتي أول ما هتقوم هاخدها وهمشي من هنا. أنا عارف إن هي ما كانتش من الأول مرتاحة في البيت ده. في إيه يا عمي؟ كل ما تتكلم تقول همشي همشي همشي. إيه يا عمي؟ حياة محتاجانا كلنا علشان نفسيتها تكون حلوة، مش تروح تقعدها في بيت لوحدها ويجي لها اكتئاب من الوحدة. محمود مسك دماغه وقال: خلاص خلاص، ما بقاش فيا دماغ افكر في حاجة غير في راحة بنتي بس. يبقى خليها يا عم وسطينا، واوعدك محدش هيزعلها تاني. انا المسؤول، ولو حصل لها حاجة يا عمي ما تقلقش من حاجة. بس انا يا صجري يا ولدي مش هقدر احكي لها على حاجة. سيبها عليا وانا اللي هحكي لها على كل حاجة وافهمها. وبعد قليل من الوقت قامت حياة. صقر: ايه يا شيخة، كل ده نوم ولا ايه؟ انت كنت هتنام لغاية تاني يوم؟ انا ما اعرفش ايه اللي حصل. هو ايه اللي حصل يا صقر؟ الف سلامة، الف سلامة يا حبيبتي، انا كنت قلقانة عليكي قوي كده تقلقين عليكي يا حياة. حياة بابتسامة: الله يسلمك يا بابي، انا اسفة قوي. ايوه كده، خلينا نشوف ابتسامتك العسل دي يا حياة يا عسل انتي، وخلي الشمس تطلع كده. ربنا يخليكي ليا يا بسبوسة. طب يلا قومي واجهزي عشان ننزل نفطر، واخدك مشوار تحفة التحف. وانا والنبي خدوني معاك، خدوني بليز. بس كده من عيوني يا ستي، جهزي نفسك انت كمان. ابتسمت بسنت وحياة، وقامت حياة لبست بنطلون جينز وتيشيرت اسود، وسرحت شعرها جميل جدا، وكانت قمر 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 14 كمان بمعنى كلمة قمر. وبسنت كمان لبست وجهزت، وطبعا نزلوا إلى تحت. الكل كان متجمع على الليفينج. عامر بيقول: ألف سلامة عليك يا حياة، جلكتينا عليك يا بنتي. الله يسلمك يا عمو، ومعلش أنا آسفة مش بإيدي. بعد كده هالة اتجهت إلى السفرة وقالت لها، قبل ما تتجه يعني قالت لها: اقعدي يا حبيبتي، اقعدي افطري معانا يلا. جلست حياة بجانب بسنت وصقر وبجانب حسام: امال ايه يا شيخة الشياكة دي؟ انا عيني اتحولت عليكي اول ما شفتك. اصل صقر هيخرجنا انا وبسنت. الله، وانا عاوزة اخرج يا صقر واتفرج على الصعيد. ممكن بليز بليز يا صقر، ممكن يا طنط، ممكن يا مامي، ممكن يا بابي بليز. هو بيخلي حسام يفرجك يا حبيبتي على الصعيد، احنا هنخرج احنا بس. ماشي، ويا ريت ما تتدخليش كتير. بس يا بنت عيب كده. صقر: خد نسرين وحنين وسارة وكمان حسام يروح معاكم، علشان يعني يكون معاكم. الولية دي فاكرة انها خروجة العيد، والله قلت لكم من الحلقات اللي فاتت ان هالة دي هتعمل لي حاجة والله كده. صقر: معلش يا امي خليها مرة تانية، هبقى اخدهم كلهم مرة واحدة. لا، انا عاوزة اروح معاكم بقى المرة دي، وانا شبطت معايا ولزقت في دماغي ان اروح معاكم المرة دي، يعني هروح معاكم المرة دي. خلاص يا ابني خدهم وخلاص، وكمان زياد هيروح معاكم. روحوا اتمشوا ولا كلوا حاجة وتعالوا. ماشي يا حاج، عشان خاطرك انت بس هاخدها معاي. خلصوا وجهزوا كلهم. بعد كده وجه كلامه لحياة: حياة، البسي حاجة ما اشوفش ضفرك فيها حتى. حاضر حاضر يا سيدي، من عينيا الجوز لحبيبي اللوز. سارة: شكلنا قاعدين مع روميو وجولييت، اصبري واتفرجي على اللي هيحصل في الخروجه. وضحكت بخبث. فعلا انت شايفه نسرين بتبص ازاي لحياة؟ طب كويس انك خدتي بالك. احنا مش هنعمل حاجه، خلينا نتفرج وبس. تعالي احنا بقى يا زينب هانم نشرب القهوه بتاعتنا في الجنينه. اه والله يا ريت بقى، انا بجد وحشتني بجد قعدتك وايامك بجد يا هاله هانم. يلا بقى نقوم الجنينه. قامت زينب وهالة وعامر وماهر إلى الجنينة. محمود: صجر، مش هوصيك على حياة يا ولدي. صجر: أنا مش هوصيك على حياة يا ولدي، أنا عارف إني سايب حياة مع راجل،
ومش اي راجل كمان. انا عارف انك بتحبها، فخد بالك منها. ما تجلكش يا عم، انت قلت ان انا بحبها. حياة مش معايا وبس، ده حياة معايا وهنا وهنا كمان. وشاور على قلبه. ربنا يحميك يا ابني ويخليك ليا انت وحياة والكل يا رب. بعد كده ذهب للمكتب بتاعه، وبعد قليل الكل جهز وركبوا العربيات. حياة وبسنت مع صقر، ونسرين مع أخوها زياد، وسارة وحنين مع حسام. ذهبوا كلهم إلى المول. صقر: استنوا هنا، هقابل صاحبي وهاجي. اوعى تقول إن حازم حزومة رجع يا عم. صح، هروح أقابله واجي، هو بره واقف بره المول. حسام: خلي بالك من الكل، انت وزياد. زياد هو ينظر لحياة: ما تقلقش ما تقلقش طبعا يا صقر، دي في عينينا يعني، دي حياة، دي حبيبة الكل. صقر بغيرة: حياة تعالي معايا. لا يا صقر، مش قادرة امشي والله على رجلي، تعبت قوي. صقر هو بيتفهم الامر، واخد حسام على جنبه وقال له تاني: حسام خلي بالك من حياة، وما تخلي زياد قريب منها. حسام باستغراب: ليه، هو في حاجة ولا ايه؟ نظراته مش طبيعية الحياة، وانت عارف ان انا بغير عليها قد ايه. قلتلي اوكي يا عم، الحب ولع في الذرة. ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. جدع يا عم، انا عارف انه سايب راجل. قال لك الكلمتين دول علشان يحمسوا. في فيلة عائلة الهلالي، هالة وزينب وعامر وماهر كانوا قاعدين بيشربوا القهوة. هالة: بقول لك ايه يا زينب هاني؟ اتفضلي يا حبيبتي، خير في حاجة ولا ايه؟ انا كنت عاوزة نسرين لصقر ابني، ده طبعا تحت موافقتك انتي وماهر بيه، وطبعا الصغنونة الجميلة عروستنا نسرين. والله انا كنت لسه هقول كده لماهر بيه. ايه رايك بقى يا ماهر بيه؟ انا باخد رايك طبعا. طبعا انا موافق، بس طبعا لازم ناخد راي نسرين. يا حبيبتي، نسرين بنتك، واحنا هنلاقي احسن منكم فين؟ احنا طبعا هناخد رايها، وهي ان شاء الله هيبقى في قبول من ناحيه صقر. تسلمي يا ام لسان عسل، والله انا ارتحت لك من اول ما شفتك، ووحشتنا ايامنا وقعدتنا لما كنا بنشرب القهوه انا وانتي ونقعد نتكلم كتير. على خيرة الله، لما يجوا الولاد نشوفهم ويحددوا ميعاد الخطوبه، وان شاء الله نفرح قريب قوي قوي قوي. ويا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية؟ واتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم. اكتبوا لي الحلقة دي عجبتكم كام في المية، ويلا بينا اشوفكم على خير، ومع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسوش اللايك للفيديو، وكمان السبسكرايب الاشتراك، وكمان تحطوا لي الكومنتات الايجابية اللي انا بفرح بيها. واشوفكم على خير ومع السلامة. اشوفكم في قصة والحلقة الجاية. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي اقول لكم النهارده اوعي تحطي نفسك او تحطي نفسك في مقارنه وانت عارف انك هتفشل فيها، او على الاقل هتبقى خسران خساره. المهم انك تحطي نفسك مع مقارنه، ما تكونش انت عارف ولا كسبان ولا خسران. تخلي الناس هي اللي تحكم عليك بكلامها، مش انت اللي تحكم على نفسك. يعني مثلا لو صوتك حلو في الغنى، ما تقولش انا صوتي حلو، انا بعرف اغني. خلي الناس اللي تحكم عليك، انت عمرك ما هتقدر تحكم على نفسك، لان انت لو صوتك وحش هتقول على نفسك انك احسن واحد في الدنيا. لازم الناس هي اللي تحكم عليك. وطبعا طبعا طبعا وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نبتدي الحلقة النهاردة اللي فيها احداث كتيرة. النهاردة الحلقة طويلة يا عم زي ما طلبت، يلا بينا نشوف النهاردة بتحكي عن ايه. حازم انا اهو، تعالى يا ابني، هو عمال اشاور لك بايدي. حازم راح له. حبيبي والله وحشني يا راجل، ليك وحشة، بقالي كتير ما شفتكش. والله وانت كمان وحشني، وانا انبسطت اول ما كلمتني وقلت لي انك جيت هنا. يا عم انا وليد قلنا نيجي الصعيد نتفسح هنا شوية، وبالمرة قلنا نشوفك علشان بقالنا كتير ما شفناكش. ايه ده؟ لحظة واحدة، هو وليد جه معاك؟ هم لو واقفين انا مش شايفه.
لا 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 لا، ما تقلقش، هو تلاقيه بيشوف اخته دلوقتي وهيجيلنا. قشطة عليك. طيب تعالى معايا عشان سايب الجماعة جوه. جماعة؟ جماعة مين دي يا عم صقر؟ ما تفهمني. لا لا لا، مفيش، دي اختي وبنت عمي وكمان حسام جوه. يلا بقى عشان ندخل. حسام بفرحة: بجد بجد؟ طب يلا يلا نخش بينا، يلا يلا بسرعة، انت مستني ايه؟ تعالوا بقى أعرفكم على مين هو حازم. هو وليد. هنبتدي بالأول بحازم. حازم السيوفي شاب مثقف جدا جدا ومرح ووسيم، طويل وشعره كثيف، فهو شاب لديه كل مواصفات الرجولة، زائد انه لديه اكبر شركة تصميم ومصنع اقمشة كبير قوي. تعالوا بقى اعرفكم على الاستاذ وليد. وبعد ما تعرفنا على حازم، تعالوا يلا أعرفكم على مين هو وليد. وليد شاب وسيم جدا، هو بيكون صديق صقر الثالث، وله أسهم في شركة صقر وشركة حازم، وطبعه حاد وعصبي جدا، فهو يلقب بالغول، فهو لا يسمح بالغلط. نعم، فهو يكمل صقر وحازم، زائد انه وسيم جدا، واي بنت من بنات حواء تقع في غرام. فهم الثلاثة يلقبون بالصقر والغول والذئب. نعم، فهم معروفون بالقوة، ولا أحد يقدر يقف أمامهم. عند حياة. حياة كانت بتتكلم وكانت بتقول: هوف، هو صار اتأخر أوي كده ليه؟ ايه ده، هو نسي يجيبلك البيبرونة؟ طب أقولك على حاجة بقى، البيبرونة دي ليكي وللناس اللي زيك. بقولك ايه يا بت انتي، احترمي نفسك بدل ما اجي اوريكي مقامك على اصوله. ما هو بصراحة يعني يا نسرين انت اللي غلطت الاول، فطبيعي هترد عليكي يعني. ايه ده ايه ده ايه ده، لحظة واحدة، وهو انت يا بسنتي يا حبيبتي كنتي المحامي بتاعها واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ويا ترى بقى بتديكي كام في الشهر علشان تدافع عنها بالشكل ده؟ بس يا نسرين عيب كده، خلاص بقى كده كفايه خناق. وبعد كده بص الحياه بابتسامه وقال لها: احنا اسفين، اسفين يا استاذه حياه. هي يا نسرين اكيد ما تقصدش ان هي تعمل كده خالص، وما تخافيش انا هخلي بابا وماما يعاقبوها. صقر بغيره: استاذه حياه. الكل بص لورا، لقى صقر وحازم واقفين بشموخ شديد قوي، وحياه قالت: كل ده تأخير؟ اتأخرت قوي يا صقر كده ليه؟ ده انا خلاص رجليا خدلت من الوقفة، ما كنتش تتأخر كده تاني علشان انا هزعل. الصقر رد على حياة: ولا حاجك عليا، ما تزعليش مني يا حبيبتي، انا اسف، واول واخر مرة تحصل كده. بعد كده نظرت حياة الى حازم، فاهمة ان هما كانوا مع بعض من وهما صغيرين. مدت ايدها لحازم عشان تسلم عليه. صقر مسك ايديها وقال لها: ايدك محدش يلمسها، فاهمة؟ تقدري تسلمي عليه كده بالكلام. حازم واتفهم غيرة صديقه وقال: ازيك يا استاذتنا، عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويسة، وانت بقى عامل ايه؟ حازم بيكلم قمر وهو بينكش في صاحبه صقر وبيقول لها: الحمد لله يا قمر، وانت بقى اللي عاملة ايه؟ وبعدين بقى يا عم حازم، مش قلت لك ما تتخطاش حدودك بعد كده؟ ايه يا عم صقر، بنهزر بنهزر يا عم، ما تقلقش، وبعدين هي زي اختي. بعد كده نظر الى ذلك الملاك الذي يتابع في صمت. نعم، هي حبيبته بسنت. حازم: مش توسع كده يا عم، نسلم على الناس الحلوين. حسام: حبيبي حبيبي حبيبي، حازم حزومي وصل يا جدعان، وانا بقول السعيد نورت مره واحده كده ليه؟ اتاريك نورت وانت اللي شرفت. عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشني قوي 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 قوي. سحس قلبي، والله ليك وحشه يا راجل، بقالي كتير ما شفتكش. بعد كده قرب من بسنت وقال لها. حازم قرب لها وغمز لها غمزة طويلة محدش خد باله منها غير هي وبس، وبيقول لها: ازيك يا بسنت، عاملة ايه؟ ردت عليه:
بعد ما خدودها بقت شبه الطماطم المستوية بالظبط، وقالت له بخجل: الحمد لله، كويسة. انت اللي عامل ايه؟ ياه، وحشتيني قوي يا ملاكي. ما كنتش اتوقع انك هتوحشيني قوي كده. وهنا بقى انا اتاكدت اني بحبك حب صادق، وان ما كانش في الوقت ده ساعتها مراهقه. انا لازم اخد خطوه سريعه في الموضوع ده، ولازم تبقي ليا. طيب مش كفايه كده؟ يلا ولا ايه صقر؟ ايوه يا جدعان، يلا نخش نشوف ناكل اي حاجه. حسام هو بيحط ايده على بطنه وبيقول: يا ريت لحسن، ده انا جوعت قوي. الناس اللي هناك اللي في البيت دول وحشين ومجوعيني. يلا يلا نخش ناكل لحسن، ده انا جعان. يا اخي هو انت لسه زي ما انت بتحب الاكل قوي كده؟ حازم الموز الثلاثي بتاعه. ثلاثي مين يعني؟ ده كان صقر واللي اسمه حازم. مين الثلاثي؟ حد ما يعرفش الغول؟ ازاي ما تعرفوش؟ حنين؟ غول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. تعالي وبعدين انا هبقى احكي لك عن كل حاجه بالتفاصيل. حياه، تعالي اقعدي هنا جنبي. انت لسه برضك بتحبها ان هي يعني تقعد على يمينك؟ حياة بابتسامة: عمرنا ما هنتغير، احنا بنحب بعض من زمان، والحب اللي ما بينا من واحنا صغيرين عمره ما هيقل، وممكن يزيد. ايوه اكيد بيزيد، عمره ما هيقل. انا وصقر بنحب بعض من واحنا صغيرين، وعمرنا ما نقدر نفترق. طبعا ما حدش يقدر يتدخل ما بينا. وبصت لنسرين وكمان لحنين، وبتقول لها وبكملت كلامها وقالت: انا وصقر بنحب بعض من واحنا عيال صغيرين. ايوه، وما نقدرش ان احنا نفترق. قعدت تكرر الجملة دي كتير جدا علشان نسرين وحنين ياخدوا بالهم. صقر بص الحياة في عينيها الزرقاء الجميلة التي تشبه السماء الصافية، وبيقول: هو حد ينسى روحه؟ حد ينسى عينه؟ حد ينسى عقله؟ حد ينسى قلبه؟ انا عايز اقولك على حاجة: حياة دي هي انا. يعني لو اتوجعت يعتبر انا اتوجعت اضعاف الاضعاف اللي اتوجعته. انا بحبها قوي وما اقدرش ان انا ابعد عنها ولا افترق عنها خالص. حسام حاول يداري عن الموقف ويقول: مش هناكل يا جدعان ولا ايه؟ زي ما قلت لكم الناس اللي في البيت دول مجوعيني، قلت لازم اكل عشان انا جعان قوي. يلا يا كرشي يا كرشي يا كرشي، يلا عليك انا مصرف كرشي. اكلوني يا جدعان، يلا يا جدعان مش هناكل. حياة قطعت حسام وقالت: استنى بس كده يا حسام، بس يا بتاع كرشك انت. هو انا عايز اعرف هو ايه المحن اللي انتوا فيه ده؟ وبدأوا إن هما يطلبوا الأكل، وبعد وقت قصير خلصوا أكل، وطبعا ما يخلاش من الهزار والضحك حسام وحاسم بين نظرات صقر الحياة وغيرة نسرين، وطبعا سارة وحنين اللي قاعدين منتظرين نسرين وحياة يقوموا يمسكوا في شعور بعض. صقر اتكلم وقال: مش كفاية كده يا جماعة؟ ويلا بينا نروح أفضل. حسام ورد عليه وقال له: يا ريت بينا نروح. أبي، ممكن اخد حياة؟ يعني انا وهي هنروح نشتري حاجة بسرعة ونيجي. لا 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 لا، بعدين، خلوها بعدين، انا عاوزة اروح دلوقتي. ممكن يا سقورتي يا حبيبي. حبك بورس وصبع خرس يا بعيدة. لا لا لا، انا اصلا مش جاي هنا تاني، ففرصة بقى. خلاص يا بنات، روحوا وانا هاجي معاكم. هم؟ ايه؟ تيجي معانا يعني؟ لا 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 يا حبيبي، ما ينفعش ما ينفعش ليه يا حياة؟ في حاجة ولا ايه؟ نسرين باستهزاء. يمكن هيقابلوا حد ومش عايزينك تعرف يعني. معقولة بس انت بتكون بتحب غيري؟ لا لا لا، ازاي افكر انا في حاجه زي كده؟ بس انت بنت محترمه، ولا عمرها حتى هتقابل حد كده في السر. لا لا لا، اكيد انا بس بيتهيألي كده بسبب كلام الزفته اللي اسمها نسرين دي. انا لازم اشيل التفكير العقيم ده من دماغي، واكيد هي ما بتحبش حد غيري. بس انت حد كويس ومتربيه ومن عيله كويسه، وانا لازم اخد خطوه اني اروح اتقدم لها علشان ما تضيعش من ايدي. نسرين،
اختي وبنت عمي متربيين كويس، وانا واثق في اخلاقهم، واثق فيهم ثقة عمياء. وانت عارفة ان هم عمرهم ما يقدروا يعملوا حاجة من ورانا، وانا واثق فيهم جدا جدا، وهقولها لك للمرة المليون. حياة فرحة من كلام صقر. هو انت فاكرة يا نسرين الناس كلها زيك بتفكيرك العقيم ده؟ انت للأسف تفكيرك قذر قوي، هو بتفكري باللي يليق ليكي. انت واخدة بالك من كلامي كويس اكيد. كانت نسرين هترد، ولكن قطعها اخوها زياد وبيقول خلاص خلاص يا جماعة يلا نمشي، وانت يا صقر وبعد بسنت وحياة بكرة. ايوه احنا كده كده اصلا اتاخرنا، وبيني وبينكم يعني في حلة محشي في البيت امي عاملاها، ولا انت اكيد بعرف يا صقر امك عليها شوية محشي، والله الصوابع بتاعت المحشي كأنها صوابع زينب كده بجد، محشي فوق الروعة. وبتعالى يا زياد وانت يا حازم ااكلكم احلى محشي في البيت، يلا بس بينا احنا نروح. وبعد وقت قصير وصلوا الى البيت، ودخلوا البيت هالة بتقول لهم ايه يا حبايبي مالكم اتاخرتوا كده ليه؟ انا خلاص قربت اقلق عليكم. الطريق بقى يا ماما هنعمل فيه ايه؟ كان زحمة على الاخر وما كناش عارفين نيجي بسهولة. طيب اقعدوا يا ولاد اقعدوا، عايزينكم في موضوع مهم قوي قوي. خير يا بابا خير في ايه؟ اوعى تقول ان حلة المحشي خلصت، ده انا واعد زياد وواعد حازم انهم ياكلوا معايا من حلة المحشي، اوعى تقول ان هي خلصت. خير طبعا يا حبيبتي والف خير. تعالي يلا يا نسرين يا حبيبتي تعالي اقعدي جنبي. نعم يا طنط. طنط؟ لا لا لا، انت من هنا ورايح تقولي لي يا ماما، احنا طبعا انت هتبقي زي بنتي بالظبط، وعمك تقولي له يا بابا، من هنا ورايح هيبقى زي باباكي بالظبط. ايه يا امي في ايه؟ يا رب يا رب ما يطلعش اللي في بالي، انا مش مستريح. في ايه يا ماما يا حبيبتي في ايه؟ ايه رايك في نسرين لو تتجوزها؟ صقر بصدمة وهو كأن الوقت وقف والساعات خلصت، وفي الوقت ده بص على البنت اللي دموعها غرقانة على عينيها. أيوة حياة. قام صقر وقف وقال في ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ازاي اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه ده؟ انا عارفة يا حبيبي، مفاجأة مش كده؟ انا قلت اعملك سيربرايز. او ربنا دي خالتي اتجننت وكبرت وبتخرف. هي يا خالتي اللي انت بتقوليه ده؟ خالتي اتجننت على الاخر الحمد لله، اهو ده اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. يلا يا حبايبي اتفقوا على ميعاد الخطوبة وانا معاكم في اي وقت يناسبكم. وفجأة صقر قام وقف وكان هيقول، لكن اتصدم الصدمة الكبيرة، وده لما شاف. وبكده يكون انتهى الجزء العاشر من روايتنا. اتمنى ان هي تعجبكم. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وانكم تحطوا زر الجرس وتخليه على كلمة الكل، وطبعا الكومنتات اللي بتخليني مبسوط كتير قوي لما بقرأها. طبعا انا بقرأها وبحط قلب عليها، وعايز رأيكم في الحلقة دي. ويلا اشوفكم على خير ومع السلامة يا احلى ناس.